اي حاجه خالص. النهارده كويس جدا، ما فيش يعني الحمد لله ما فيش اي حاجه، ولا عادش لا هتافات ولا مظاهرات ولا اي شيء. طيب معامله الجزائريين معاكوا ازاي؟ هل رجعتوا لاعمالكم؟ هل العنف عملنا وخرجنا وبسياراتنا وكل حاجه. طب ومعامله الشارع؟ كويسه يعني، بس بينتقدوا الاعلام المصري. بينتقدوا ايه في الاعلام المصري؟ بينتقدوا انهم بيشتموهم ويقولوا لهم يا جزم وشعب جزم وحاجات من دي. طيب بس من ناحيه تانية، ما هو الاعلام انا مش عايزه ادافع واقول مين اللي صح، ما هو الاعلام الجزائري قول لي هو تعامل مع الموضوع ازاي؟ الاعلام الجزائري هنا جريده الشروق وجريده النهار دول متجنيين خالص، يعني بيتكلموا كلام مش كويس. طب بيقولوا ايه؟ بيقولوا برضه افضلنا وعبد الناصر برضه ما عمل ايه والحاجات الكلام التاريخ. الكوره مالهاش دعوه بالكلام ده خالص. طيب والشارع الجزائري يعني هل الجريدتين دول الشروق والنهار اثروا فيه بدرجه كبيره جدا؟ يعني اثروا في الشباب المتهور طبعا. طيب اثروا في الشباب المتهور، انما الناس الفاهمه واللي عندها مخ وناس مثقفين ما بيتاثروش بالكلام ده. طب ما صحة اللي اتقال ان كان في مصريين محتجزين وان كان في مصريين الايام اللي فاتت تعرضوا لانواع اضطهاد وضرب واهانة؟ لا هم حماية لهم، هم كانوا محاصرين، الامن محاصرهم في فنادق في بيوتهم عشان خاطر حماية لهم، لان في هنا شباب متهور. يعني ما فيش ولا مصري حصل له حاجة من ولا حد جزائري؟ لا والله ولا واحد. انا بقول لك يعني انا هو نقيب الجاليه وفي العاصمه ومعروف للكل، وبقى لي 38 سنه في الجزائر. يعني ولا مصري تعرض لولا حاجه من ولا حد جزائري؟ لا ما فيش يتعرض